إلا عندك مقاومة الأنسولين وكتاخد الأدوية المخفضة الكوليسترول أو لي ستاتين، هاد المعلومة أكيد خاصك تعرفها. لي ستاتين هما أدوية كتخفض الكوليسترول الضار ولا لو موفي كوليسترول باش كتحمي القلب والشرايين. دراسة جديدة دارت في 2024 بينت على أن لي ستاتين كيقدروا يزيدوا من مقاومة الأنسولين عند الناس اللي كيكون عندها الاستعداد أو لا بريديسبوزيسيون لمرض السكري، للسمنة وتكيس المبايض. في نظركم كيفاش؟ هذه الدراسة بينت كذلك على أن الستاتين تيهبطوا في نفس الوقت الهرمون ديال الجي ال بي واللي هو هرمون مهم بزاف لأنه كيعاون الجسم ديالك باش أنه يحرق السكر، كيعاونو باش أنه ينقص من الإحساس بالجوع وكيحسن كذلك من الحساسية ديال الأنسولين. ومسألة أخرى مهمة بزاف، هاد لي ستاتين كيأثروا سلبيا على الميكروبيوت ديال الأمعاء ديالك، الشيء اللي كيزيد يفاقم من مقاومة الأنسولين. غتقول لي دابا واش خاصنا نوقفهم أو لا؟ غنقول لك كاينة حقيقة وحدة، إلا تبعتي نظام حياة صحي من صحن متوازن، من حركة يومية، من مكملات غذائية، من تقنيات إدارة التوتر، الحساسية ديال الأنسولين غادي تتحسن، والطبيب المعالج ديالك هو الوحيد اللي غادي يقدر ينصحك ويوجهك. إلا بغيتي توصل بلا فيش بي دي اف اللي فيها المعلومات كاملة ديال هاد لا فيديو، دير فولو لهاد الحساب وكتب تعليق بكلمات ستاتين. تابعني للمزيد مع دوك منى.